شكرا لي يا زميل عبد العزيز البكر، والتحية لمشاهدي الجزيرة الرياضية الكرام في كل مكان. شوط المباراة الثاني من لقاء فريقي الهلال والغرافة المجموعة الأولى، وبالتالي من يتأهل، من يرافق سبهان إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا لعام 2011. حتى الآن تشير الأمور والمعطيات إلى تأهل فريق نادي الهلال المتعادل حتى الآن، وبالتالي حتى الآن كالتالي: سبهان 13 نقطة أول المجموعة، والهلال ب11 نقطة ثاني المجموعة، والغرافة حتى الآن ب8 نقاط كثالث المجموعة، والجزيرة الإماراتي رابع هذه المجموعة بنقطة واحدة من تعادل مع الأولى في هذه المجموعة. حكم المباراة الياباني مينورو توغو يستعد الآن مع الطاقم الياباني المكون من أكاين ياغي وتاكاهيرو أوكانو، ولا يبدو حقيقة أن الفريقين لا الهلال ولا الغرافة قد أجروا أي تبديلات فيما بين الشوطين، وبالتالي الهلال بحسن العتيبي، لي يونغ، أسامة هوساوي، ماجد المرشدي، عبد الله الزوري، وعبد العزيز دوسري، ورادوي، ومحمد الشلهوب، وأحمد الفريدي، وأحمد التشكيلة للأرجنتيني جابرييل كالديرون في الشوط الثاني، كما كانت أيضا التشكيلة التي بدأ بها المباراة في الشوط الأول. الغرافة مع برونو ميتسو، قاسم برهان، حامد، التشكيلة التي أيضا بدأت المباراة في الشوط الأول وتستمر كذلك في الشوط الثاني في مباراة اليوم. الكرة خطيرة موجودة، خطيرة جدا من مرمى، فرصة سليمة جدا حلوة ملعوبة من جانب الفريدي في المرة الثانية، الأولى من أحمد علي، هذه الأولى المرور كان من أحمد علي، لكن عينك على الفريدي، يا سلام يا سلام، الفنان عملها في الشوط الأول. ولاحظ ردة الفعل القادمة من المدرجات الآن، لأن الجماهير الهلالية لا شك أنها هي ترى وتشاهد بأن الهلال ضاغط بالفعل عبر شوطي المباراة. عندنا كرة إلى ضربة ركنية عالية موجودة، خطيرة، هدف هلالي أول من ياسر القحطاني. القحطاني يضع الهلال في المقدمة، وبالتالي ترتفع الرايات الزرقاء. الأمة الهلالية يتقدم الهلال بهدف نظيف، وبالتالي مع شوط المباراة الثاني تماما مباشرة يأتي الهدف الأول وتأتي الأفراح الهلالية. مدرجات، الكرة من ضربة ركنية عالية كانت من رادوي، والراسية كانت في المرة الأولى، وفي المرة الثانية من ياسر القحطاني لفريدي الأولى، القحطاني الثانية. طبعا ما في تسلل لأن حامد شامي مغطي مع الشوط الثاني. هو نادي الهلال حقيقة الذي يتعامل مع المباراة بجدية واضحة في أن يسجل هدفين في حقيقة ملعب استاد الملك فهد. حتى الآن لا يجزي المساندة يونس محمود، وبالتالي الأمور لا زالت عند تقدم الهلال منذ الدقائق الأولى في شوط المباراة الثاني. محاولة موجودة من فهيد الشمري بالفعل في الكرات الماضية. هذا هو بلال عبد الغفا في دوري ابطال اسيا. كره موجوده وملعوبه الان ليونس محمود، مرفع تبعد من ماجد المرشدي، تعود الان محاوله جيده عاليه اعتقد من لورنس، بالفعل من لورنس الدولي القطري الذي حاول في الكره الماضيه. الكره كانت عن طريق يونس محمود في المره الاولى، وبعد ذلك الى لورنس الذي سدت الملعب. عندنا يونس محمود حاضر على مستوى النتيجه للهلال، والهلال متقدم، والكره ملعوبه بالفعل، عرضيه موجوده من الفريدي، وين من الفريدي عاليه على مرمى قاسم برهان. الكره مرت وعبرت خارج الملعب. يستمر الهلال افضل، الهلال بطريقه افضل واجمل، في انسيابيه، في راحه، ما في توتر. في حتى الان عندنا محاولة موجودة، يونس محمود موجودة للغرافة، لا زالت خطيرة الآن عن طريق عثمان العساس، سدد بالفعل عثمان العساس، اللاعب الدولي المغربي السابق، 32 سنة بالمناسبة، وعنده 7 سنوات الآن كاملة في نادي الغرافة في عام 2004 مع برونو ميتسو. بالمناسبة هذا اللاعب اللي كان يعرفه تماما عندما كان برونو ميتسو مدربا في نادي العين الإماراتي.
حتى الآن إلا إذا كان لكن المستمر الآن متقدم الآن، التسديدة موجودة والتصدي من قاسم برهان في الكرات الماضية. الفريدي فنان بمعنى الكلمة، الفريدي يعني أول للشلهوب ولعب كرة بالكعب في الشوط الثاني لأيضا زميله ياسر عن طريق اللاعب الآن لورنس عالية وللأمام، موجود الآن في المكان السليم والمحاولة قائمة والكرة خطيرة جدا، لكن المرشدي ماجد المرشدي يبعد الكرة أمام يونس محمود. موجودة ملعوبة الشوط الثاني من المباراة، الأمور تذهب إلى الدقائق الأخيرة، الهلال في طريقة لمرافقة سبهان وكرة موجودة عن طريق ياسر القحطاني مرة أخرى في المكان الخطير جدا، اللاعب الذي والشوط الثاني من المباراة والأمور الآن عند اللحظات الأخيرة، عند الدقائق حقيقة ال11 الأخيرة من عمر هذه المباراة. الهلال مرة أخرى يتقدم الآن كرة خطيرة، كرة جول، لكن حالة تسلل موجودة في الكرة الماضية على ياسر القحطاني بالفعل. نشوفه مرة ثانية، نعم التسلل في المرة الأولى موجود، وبالتالي حالة التسلل في المرة الأولى لمحمد الشلهوب. والمباراة الآن عند الدقائق ال10 الأخيرة من عمر الشوط الثاني والمباراة ككل، والتسديدة موجودة خارج الملعب من يونس محمود من فهيد الشمري. ابن مؤيد حسن لاعبا في نادي الغرافة، لكن طبعا مشيئة الله توفاه الله، وبالتالي الآن يلعب في الغرافة وربما يحقق أمنية الوالد. وهذه جول هلالي ثاني المرة من الفنان الفريدي تقدم ووضع الكرة بالعقل، ما استخدم القوة إطلاقا، ما استخدم القوة، استخدم الذكاء ووضع الكرة بالطريقة الممتازة، وبالتالي مرة أخرى يتقدم الهلال ويذهب إلى الدور الثاني. الكرة بدأت بهذه الصورة، ما في تسلل، عيسى المحياني عمل الكرة السليمة، البديل عيسى المحياني يصنع الكرة بهذه الطريقة، وبالتالي يأتي الهدف. اعتقادي أن التبديل كان متأخرا بعض الشيء من جانب برونو ميتسو في مباراة اليوم. عندنا محاولة وفي مباراة اليوم حقيقة يذكر الحارس حسن العتيبي، وهذه كرة خطيرة في المكان الخطير. هو فنان. كرة ملعوبة الآن للعساس، سدد واصطدت فيه أسامة هوساوي، ويبدو كوقت محتسب بدل ضايع يضاف إلى الدقائق 90 التي وصلت الآن بالفعل 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. هان إلى الدور الثاني، وهكذا ربما كان منتظرا ومتوقعا. لاحظ أسامة هوساوي يتقدم بهذه ويرسل كرة في المكان الخطير، وقاسم برهان يخرج بالفعل بتوقيت ممتاز ويبعد خطورة الكرة الماضية. لكن الهلالية يصفقون خلاص 4 دقائق انتهت، وصافرة الياباني مينوري داتو سادة جاءت الآن لأن تضع حدا لمسيرة الغرافة في دوري أبطال آسيا، وأن يستمر الهلال في دوري أبطال آسيا. يفرح كاديرون، وبالتالي هدفين نظيف الشوط الثاني للهلال، أولا عن طريق ياسر القحطاني وبعد ذلك عن طريق الفنان الكبير أحمد الفريدي. يفرح الهلال وجماهيره، ويعود الغرافة لمسابقة عله بعد ذلك أن يعود مرة أخرى ويحاول مرة أخرى في دوري أبطال آسيا. أيها السيدات والسادة مشاهدي الجزيرة الرياضية